السلام عليكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله دي هتكون المحاضرة الأخيرة بالنسبة لجزئية ال ANC من كتاب دكتور جاي. المحاضرة هتكون شاملة أكتر من موضوع، مواضيع مهمة جدا وسهلة وبسيطة خالص ومش هتاخد مننا وقت إن شاء الله. يلا علشان ما اطولش عليكم نبدأ في أول موضوع معانا، وهو ال temporomandibular joint dysfunction، اللي هو ضعف المفصل الفكي الصدغي، يعني مفصل بتاع الفك السفلي. احنا طبعا عارفين ان الاسكال عندنا مفيهاش غير هي عظمة واحدة بس، هي الموبايل، هي عظمة الماندبل، الفك السفلي بس هو في عظام الجمجمة كلها هو اللي بيتحرك. عن طريق ايه؟ عن طريق التمبرومانديبولار جوينت ده، هو اللي بيخليه يتحرك. تمام كده. طيب العيان هيجي يقولك ان المفصل بيطقطق، عنده جوينت كليك. يعني ايه؟ يعني مثلا ما بيجي ينضغ بيسمع صوت طقطقه. الصوت ده طبعا بيكون مؤثر عليه جدا، بيكون مضايقه جدا، لان اساسا وضعيه الجوينت نفسه بيكون قريب جدا من الاذن الداخليه، فالصوت بالنسبه له جوه بيبقى صعب جدا. تمام. عشان كده هو ممكن يشتكي ان هو عنده اير بين، ممكن يكون عنده الم في ودنه. تمام كده. وكمان بيكون عنده فيشيال بين، عنده الم في وشه. بالاكزامينيشن هتيجي تفحص التمبرومانديبولار جوينت، هتخلي العيان يحرك الماندبل، هتخلي العيان يحرك الفك السفلي بتاعه ناحية اليمين والشمال، يعني هتخليه يوديه يمين وشمال كده، فهتلاقي ان هو عنده وجع، هتلاقيه بيحس ببين. طيب لو ضغطت على الجوينت، هو اساسا يعني من مكان الجوينت ده فين، هتضغط على الحتة اللي هي اللي قدام الودن دي كده، فهتلاقي ان عنده تندرنس، يعني كل ما بتضغط عليه بيوجعه. طيب بالنسبة للتريتمنت هتوصف له انالجيزك مسكنات، هتديله جوينت سبورتر لمدة 3 ايام، ممكن يربطه مثلا. لو ما لقيتش استجابة فهتعمل له ريفير لسبيشاليست اي ان تي. تمام كده. الروشتة بقى في البيت هتكتب له ايه؟ هتكتب له بروفن 400 او كتافلام 50، هيبقى قرص 3 مرات يوميا. هتكتب له ريباريل او اوفلين جل دهان 3 مرات يوميا لمدة اسبوع، ده عشان الالتهابات وكده. هتديله برضو شوية instructions، تعليمات ان هو يقلل من حركة المفصل قدر الامكان، ويربط الفك زي ما قلنا، يعمل له سبورت لمدة 3 ايام. بس كده اول موضوع معانا كان سهل وقصير خالص. ندخل بقى على الموضوع اللي بعده. الموضوع التاني معانا وهو الاكيوت فارنجيو تونسلايتس، يعني التهاب الحلق واللوز. العيان هيقولك ان هو عنده هاي اور لو جريد فيفر، عنده سخونية يا اما عالية قوي يا اما يعني مش عالية قوي. هيقولك ان عنده اعراض اللي هي بتاعت فهمة، هو طبعا مش هيقولك فهمة بس يعني ده الاختصار بتاعنا، اللي هو الفيفر والهيدك والماليز والانوركسيا، يعني عنده صداع، عنده سخونية، عنده تكسير او همدان في جسمه، وعنده انوركسيا يعني نفسه مسدودة يعني عن الاكل وكده. هتلاقي كمان عنده سور ثروت، يعني في احتقان او وجع في زوره او التهاب في الحلق. ممكن تلاقي عنده دراي كاف، يعني في كحة ناشفة. هتلاقي كمان عنده ديسفاجيا، يعني مش عارف يبلع. هتيجي تعمل له examination، هتعمل له general examination، هتبص على الفيتال ساينز، هتعد الريسبيراتوري ريت، غالبا هتلاقيه نورمال، يعني ما بين 12 ل 20. هتعد البولس، ممكن تلاقي تاكيكارديا. هتقيس البلاد بريشر، هتقيس الحرارة، فهنا هتلاقي فيفر زي ما قلنا. هتبص على التونسلز. خد بالك هتختلف شكل التونسلز لو هي العدوى فيروسية عن لما تكون عدوى بكتيرية. في العدوى الفيروسية هتلاقيها mild congestion، يعني في احتقان بسيط. اما في العدوى البكتيرية، في البكتيريا هتلاقي فيه severe congestion وبص، يعني هتلاقي فيه احتقان شديد، وهتلاقي كمان معاه صديد. تمام كده. هتحس الليمف نودز ممكن تلاقيها enlarged. بالنسبة لللوكال بقى، ما تيجي تسمع الشيست فغالبا هيكون فري. طيب احنا واحنا بنقول الاكزامينيشن كده قلنا ان الشكل الفيرال بيختلف عن شكل البكتيريا. طيب ما تيجي نشوف هنفرق بينهم ازاي. بيقولك في حالة الفيرال تونسلايتس بتلاقي فيه لو فيفر، السخونية ما بتبقاش عالية قوي، بتلاقي ان البيشنت لوكس نورمال، يعني شكله طبيعي. بتلاقي فيه mild congestion with no pus، زي ما قلنا ان الاحتقان بيكون خفيف يعني ومفيش صديد. بتلاقي كمان associated with cough ورينوريا و congestion، يعني بتلاقي عنده كحة ناشفة، بتلاقي عنده مناخيره سايلة كده، وبتلاقي كمان عنده احتقان. اما بقى بالنسبة للبكتيريا فبتلاقي high fever،
على عكس الفيرال تلاقي السخونية عالية جدا، بتلاقيه لوكس توكسيك، شكله ظهر عليه ان هو اعراض توكسيستي. كمان بتلاقي فيه سيفير كونديشن وبس زي ما قلنا، يعني في احتقان شديد وفي ومعاه صديد في اللوز نفسها، في التونسلز نفسها. بتلاقي associated with fever زي ما قلنا بتبقى high grade السخونية، يعني بتلاقي فيه sore throat، فيه التهاب في الحلق، وكمان بتلاقي معاه صداع. تمام كده. طيب بالنسبة للانفستيجيشنز اللي هنطلبها، بيقولك في السيفير كيسز احنا بنطلب الانفستيجيشن. طيب بتبقى ايه؟ بتبقى throat swab اللي هي مسحة من الحلق، وبتبقى anti streptolysin تتر. بالنسبة بقى للتريتمنت، فاحنا بيبقى عندنا علاج سبيسيفيك للبكتيريا نفسها، بندي انتبيوتيك لو هي الحالة حالة بكتيريا تونسلايتس، وبندي كمان علاج للسيمتومز. طيب ايه هو العلاج السبيسيفيك؟ لو هي الحالة مايلد فاحنا بنديله انتبيوتيك اورال لمدة 5 ايام، بنديله برشام مثلا لمدة 5 ايام، بيكون بنسلين او كلاريسلومايسين. تمام كده. اما بقى لو الحالة سيفير قوي، فاحنا بنديله انجكشن لمدة 3 ايام، نديله حقن لمدة 3 ايام، بعد كده بنمشيه على اورال لمدة 4 ايام. بالنسبة بقى بالنسبة للسيمتوماتيك، فاحنا بنديله علاج انتيبيوريتك عشان الفيفر، بنعالج الاعراض زي مثلا السخونية، فبنديله خافض للحرارة، بنديله انتيسيبتك، وبنديله كمان نيزل ديكونجستنت عشان نقلل الاحتقان. طيب بنكتب له على ايه؟ بنكتب له هيبيوتيك او اوجمنتين 1 جرام، قرص كل 12 ساعة لمدة 5 ايام. كمان بنكتب له بروفن 400 او بنادول 500، قرص 3 مرات يوميا. كمان بنكتب له بارادول او ستريبسلز، ده اقراص استحلاب بتبقى 4 مرات يوميا. اوتروفين ادلت دروب نقطتين في كل فتحة انف في كل 12 ساعة لمدة 5 ايام، ده قلنا عشان الاحتقان. بنقوله كمان على شوية instructions يمشي عليهم، زي ان هو يشرب سوائل دافية كتير، وان هو ياخد راحة تامة لمدة يومين. كده الموضوع التاني كمان معانا خلص. ندخل بقى على الموضوع التالت والأخير. هو الأكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس اللي هو التهاب الحنجرة. العيان هيقولك ان هو كان عنده دور برد، عنده برضه فيفر وهيدك وماليز، عنده سخونية، عنده صداع، حاسس ان جسمه همدان او مكسر، بدأ يحصل hoarseness of voice، بدأ يحس ان صوته بيتغير. كمان بدأ يدخل في سترايدر. اللي مش عارف يعني ايه سترايدر، هو بيكون عبارة عن high pitched sound، أصوات يعني عالية بتطلع مع التنفس. ده نتيجة ان في air دخل بطريقة مش طبيعية في الاير ويز. تمام كده. بتلاقي كمان عنده دراي كوف، ان هو في كحة ناشفة. بالنسبة للتريتمنت، فبتديله سيستميك انتيبيوتيك، بتديله هيبيوتيك او اوجمنتين 1 جرام، قرص كل 12 ساعة لمدة اسبوع. بتديله انالجوزيك انتيبيوريتك مسكن خافض للحرارة، ده بيكون مثلا بروفن 400 او كتافلام 50، بيكون قرص 3 مرات يوميا. كمان بتديله stem inhalation، يعني بتخليه اللي هو يستنشق بخار. بعد كده بتديله شوية instructions يمشي عليها، ان هو ياخد راحة تامة، يشرب سوائل دافية كتير، كمان ممنوع التدخين او يتكلم بصوت عالي. تمام كده. كده الحمد لله على نعمة التمام، خلصنا البلاي ليست التانية وهي بلاي ليست الاي ان تي. بقى كده عندنا 2 بلاي ليست او تخصصين من كتاب دكتور جايد كاملين، وهما الاي ان تي والرمد. اتمنى تكونوا استفدتم ولو بمعلومة واحدة حتى. ان شاء الله الجزء الجاي هنشرح فيه الجزء بتاع الاستقبال والطوارئ. ما تنسوش تعملوا شير لزمايلكم علشان يستفادوا برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.